سجل قبل كذا في الفيصلي من مثل هذه الكرات، من مثل هذه الاخطاء. الشباب في كره ثابته في الحائط من 10 لاعبين، يتقدم ابراهيم على روقان الغيني. ابراهيم يا ترى على كيفه وعلى مزاجه ومدلعها دلع في المرمى يا جابر. 1-0 يتقدم في الوقت المبكر، يسجل في الدقيقة السادسة ابراهيم يا ترى الهدف الأول. عندك البقيه مهددين بالايقاف، ولكن تابع الهجمه الخطره، بيعدي بكره جميله جدا، فيها خطوره، فيها عرضيه، فيها جول، كره ملعوبه. الهدف الثاني. يا سلام عليك. مين؟ اعطيني الوجه واعطيني الصوره واعطيني اللاعب اللي مسجل الهدف. وعبد العزيز حمزه اللي يضع الثاني من كرة فرناندو. هدف يحسب لفرناندو في انطلاقه بحلول فردية عندما تحرك بشكل جميل في اختراق. اعطيني الصورة. هذا فرناندو البرازيلي، فرناندو لاعب بورتو الفرنسي، لاعب في المنتخب 30 سنة. شوف اللعبة، شوف الاختراق، عدى منهم كلهم، عرضها عبد العزيز حمزة في الخطأ، كان يخرجها ولكن اقرب للمرمى ويسجل في مرمى. يعتبر الهدف الثاني في الدوري بالخطأ في المرمى، وهذا الهدف يحسب لفرناندو. 2-0 للشباب. تقدم 2، الهلال يتقدم 3. فتح الفيصلي، كرة سريعة ملعوبة، ناصر يسدد. يا سلام، من أحلى الأهداف. ألو الشمراني يهدف. 1 2 3. ألو الهدف الثالث للشباب من الزلزال بقذيفة قوية يختتم فيها يبدو لي الفاصل الجميل. ب1 2 3 ناصر الشمراني يسجل الثالث. 3-0. مظلوم اعلاميا هذا، هداف دوري 3 مواسم، لاعب كبير. شوف الهجمه، شوف الدخول، شوف الصدر اللي استقبلها، وشو هوبا يا ساتر، عدت عدت قويه في المرمى. والثالث راحت للكاميرا اللي في الشباك. 3-0 للفريق الشبابي في الدقيقه الفيصلي مع هجر. وبالتالي 3 مباريات اليوم. يا الله، قاذفة هائلة من فين؟ ملعوبة من آخر نجران بالهدف الرابع المبكر بتسديدة قوية. مين اللي سجلها؟ مين اللي جابها؟ اللي جابها فرناندو. شوف من نص الملعب حط رجله في الشبك النجراني. يا الله، واحد من احلى الاهداف للتصوير، للذكرى، للموسوعة، للشباك النجرانية. مع التحية والتقدير لجوكيكا. 4-0. كرة سريعة، يقدر يسجل. الأول يسجل أحمد مفلح، يسجل الهدف الأول أحمد مفلح المهاجم النجراني من كرة سريعة اخترق فيها العمق لفريق الشباب. والهدف الأول من هذا اللاعب بكل تأكيد ردة الفعل للمدرج النجراني. 1-4 هدف أول في الدقيقة 8. الدقيقة 8 من أحمد مفلح. شوف لما مشي كان مغطى الاوفسايد تماما. صحيح تفاريسكو كمان يقف مع آخر ثاني مدافع. بالتالي أحمد مفلح استغل الثغرة، استغل الفجوة اللي بين وليد وبين تفاريس، يسجل في مرمى وليد عبد الله الهدف الأول. 4-1 للفريق الشبابي.